فنان هاني شنودة، برحب بحضرتك النهارده يا فندم. اهلا وسهلا. احنا مبسوطين طبعا على حضرتك معانا، وعوده جميله يعني بتبهرنا دايما باعمال حضرتك وبفرقه حضرتك الغنائيه. اهلا وسهلا. الفرق الغنائيه يا فندم، ايه راي حضرتك فيها وتواجدها بقوه في الفتره دي؟ ده حاجه جميله جدا، لان الدنيا كلها بتؤمن بالعمل الجماعي، والدنيا كلها بتتعاملق، حتى يعني الشركات العملاقه بتتحد مع بعضها بعض. واحنا عيبنا في مصر ان احنا بنشتغل بفرديه، ودايما الالعاب الجماعيه ما بنبقاش يعني 100 فيها. الالعاب الفرديه بيجيبوا جوائز، بيجيبوا ميداليات ذهب، ونيجي للجماعي ما نعرفش. فحان الوقت ان احنا نشتغل كجماعه. وانا كان ليا الشرف ان انا تبقى اول فرقه جماعيه في مصر هي فرقه المصريين. فرقه المصريين ليها ذكريات كتير جدا على قلوب المصريين، والكل متعلق بيها. تفتكر ايه سبب نجاحها لحد دلوقتي؟ ما اعرفش. تسمعها لحد دلوقتي وبتحب تتابعها؟ ما اعرفش ايه سبب النجاح، يعني انا بشتغل والباقي على ربنا. الفرقه اتغيرت دلوقتي، يعني في اعضاء جديده فيها. فرقه المصريين زي القطر اللي طالع من اسوان لاسكندريه، اللي عايز يركب يركب واللي عايز ينزل ينزل، لان ما فيش فرقه تفضل زي ما هي، لان في طبعا ايه جواز، ناس عايزه تتجوز وناس عايزه تكمل دراستها وتعمل ماجستير او دكتوراه، وناس عايزه، فالمصالح لما بتتلاقى في سنتين 3 4 ده كفايه قوي، وحد تاني يجي مفيش مشكله. هل الاغاني يا فندم عدتوا توزيعها بشكل جديد يعني عشان يتناسب مع العصر، ولا انتم محافظين على القالب بتاعكم والشكل بتاعكم؟ فرقه المصريين غيرت الاغنيه وعملتها حديثه وللابد، ده كل الناس بتحاول تعمل زي فرقه المصريين زمان. فاحنا لا بنعيد توزيع ولا بنعمل حاجه. انا بعيد توزيع اليومين دول، بعمل كورال اطفال ولا لا كورال كبار، وعايزه يعني وفد اسمه وعايز بارتي بالعربي يعني لا مهرجان؟ عايز ايه؟ مين اللي هنخش انتخابات؟ انتخابات مجلس الشعب؟ عايز ايه بقى؟ مين اللي يخش؟ مش في بارتيز؟ احزاب. وبحاول اعرض الكورال ده على الاحزاب، لان انا رايي ان كورال حزب من غير فرقه موسيقيه او اوركسترا او كورال يبقى ما هوش حزب مدني. لان اللي انت هتدخل الموسيقى للاحزاب السياسيه؟ ايوه، لان احنا راس المال والسياسه لما اتحدوا مع بعض عملوا كارثه. لازم نجرب الفن مع السياسه، لان مصر قايمه على الفن. ومحدش يقول لي كان عندنا رياده اعلاميه، لا، كان عندنا رياده فنيه مش اعلاميه، كان ده ضحك على الدقون. دلوقتي احنا كل حاجه شفناها وعرفنا ان في محطات كانت هي الدنيا كلها بتاخد منها الاخبار، لكن احنا محدش يقدر يستغنى عننا بسبب الفيلم والاغنيه والفن التشكيلي والشعر المصري اللي لازم نهتم بيه. فاذا كان الحزب يبقى عنده كورال، اولا هيستفيد ليه؟ ان هو لما بيعمل في قاعه كبيره ويقول انا هقول اهدافي، بيجي له اعضاء الحزب. لما يعمل كورال ويغنوا والناس كتير تخش من مختلف الاحزاب ومن الناس اللي هي مش في احزاب خالص، ويطلع بعد ما الكورال يغني يطلع رئيس الحزب يقول اهداف الحزب، ممكن ناس كتير قوي تنضم للحزب. 2، ناس كتير هتبتدي تناقش، وهيبقى فيه نمرة 3. احنا بنقول مفيش احزاب على اسس دينيه، فلازم يكون في كورال في كل حزب او فرقه موسيقى او اوركسترا. حلوه جدا. نمره 3، يدافعوا عننا في البرلمان ويطلعوا لنا قانون القرصنه على النت اللي بنعاني منه، واللي كل الشركات قفلت بسببه. فيبقى هم حاسين بان في مشكله في الاغنيه، لان في ناس بتكلمهم من جوه الحزب. بعدين انا شايف ان في مثلا المخرج الكبير خالد يوسف وسما المصري والناس دول انضموا الاحزاب وينزلوا في البرلمان. طيب يعني تجيبهم من الفن تخليهم سياسيين، تخليهم ما تجيب ناس زينا فنانين على طول مؤمنين باهداف الحزب ومؤمنين بكذا وبيروجوا للاحزاب. نمره 3، انت تقدري تعملي كل البرامج بتاعتك في اغاني والناس تغنيها، انت واخده بالك؟
فده مكسب كبير قوي. مين هيقدم على الحكايه دي؟ انا بقول الحكايه دي بقالي مده. مين هيقدم على الحكايه دي؟ اول واحد يقدم عليها هياخد زي ما بيقولوا كده الفكهانيه بالظبط، وهتتحسب له وهتتكتب في تاريخه.